نجم السلام شفناها كرة أمامية، محاولة، فرصة ودادية، كرة الهدف كان بإمكان أن تكون في المضراوي، كاد أن يضع في المرمى. لاحظوا تمريرة عرضية جاءت بهذه الطريقة، تصويبة من قدم اللاعب دراوي. لاحظوا مشى الكرة ديالو بهذا الشكل، كان أن يضرب في هجومية كتجي من خلال الأطراف. تمريرة البحث عن دخول داخل منطقة الجزاء، هذه عملية هجومية، فرصة ودادية كان بالإمكان أن تكون في المرمى. قسم مثالي، لاحظوا طلب الكرة، كانت مساحة فارغة، ما كانش سلول، انطلق بالكرة ديالو، حاول ما أمكن أنه يبحث على رفع الكرة من مستوى الخط الأمامي من جديد لصالح فريق الفتح. التحضير من الجهة اليسرى، تمريرة راسية، كرة ممتازة مباشرة، أيضا تواجد اللاعب حمزة النوري، تمريرة داخل منطقة الجزاء راسية التي تأتي بهذه الطريقة وبهذه الشاكلة. ونشاهد هنا التعامل مع الهجمة المرتدة مرة من جهة فريق الفتح. رياض الرباطي بإمكانية الاستثمار من أنس باش، تصويبة، كرة ممتازة، جول. لا أنه تعامل مع الكرة، شاهدوا تعامل مع الكرة في اللحظة الأخيرة، كان بإمكانه أن يضع في شباك المنادات، ثم بعد ذلك اللمسة تذهب بالمحاذاة من القائم الأيمن للحارس يوسف صغيرة. ولا جملة المرتدى بإمكانه يخلق الفريق. عند أيوب نلاح يحاول يوصل كرة، تمريرة جانبية، فرصة رأسية، هدف أول في مباراة اليوم، بإمضاء حمزة الفتح الرباطي مع دحان. أيضا الاسم السابق في فريق الجيش الملكي، واحد الأطر وطنية. شوفوا هنا الكرة اللي جات بهذا الشكل، هذه تمريرة جانبية عرضية رأسية تستغل بشكل ممتاز من جانب اللاعب حمزة النوري، الذي وقع أول أهداف فريق الفتح الرباطي هذا الموسم. بالنسبة لفريق الفتح لاحظوا الطريقة، تمريرة جانبية عرضيه. ايضا ما نساوش الانطلاقه اللي كانت ديال انس باش، اللي هو الاخر خدا تموضع مناسب، وبالتالي حمزه النوري تكلف بالكره الماضيه وضع بهدوء، كيحافظ على الكره ديالو، كيختار تمريره ممتازه داخل منطقه الجزاء، كان بالامكان انها جانب يحيى جبران. شوفوا هنا تمريره، شوفوا هنا اختراق داخل منطقه الجزاء. انتهى الوقت الذي اضافه الحكم كوقت بدل ضائع، تنفذ هذه الكره داخل منطقه الجزاء، البحث عن التصويب، تصويبه الاستثمار في الخط الامامي. لاحظوا هنا محاوله، هنا خطا لصالح فريق الفتح الرباطي. ونجم يرفع كره داخل منطقه الجزاء راسيه، ولكن التغطيه الكرات الخطوط الاماميه، كره تمريره اماميه، محاوله من جديد الفتح الرباطي يندفع، كره من مهدي قناص، تصويبه، جول. والهدف الثاني من ايوب نناح في الوقت قدم خارج قواعده. تمريره جانبيه لعبت بهذه الشاكله من الجهه اليمنى من جانب المهدي قرناص، لعبها داخل منطقه الجزاء، واللمسه الاخيره، اللمسه الختاميه، يضع الكره في المرمى، يعلن عن هدف ثاني في مباراه اليوم فريق الفتح الرباطي من امضاء ايوب نناح. يحيى عطية الله سيفدي بورا يرفع كره داخل منطقه الجزاء، تنفذ داخل منطقة الجزاء بحثا راسية، ولكن هنالك ضربة مقاس سوائية. اللاعب أيوب العملود مباشرة إلى خارج رقعة الميدان. كرة ودادية، محاولة هجومية، فرصة، اختراق، دخول داخل منطقة الجزاء، تصويبة رائعة، تغطية، كرة ودادية، تصويبة، ولكن مباشرة إلى الزاوية مع كل محاولة هجومية من جانب فريق الوداد الرياضي. شوفوا هنا اللقطة، شوفوا هنا الطريقة اللي الحمد لله نذكر بأنه دخل مكان محمد النجم، واللي حاول في جوج المحاولات أنه يلقى من جانب فريق الوداد الرياضي. الأسماء التي غادرت تركيبة فريق الوداد، كرة أمامية، محاولة بحث عن تمرير العرضي داخل منطقة الجزاء، إمكانية الإنزال والاستثمار، ولكن واحدة من الكرات الأمامية، تصويبة، ولكن جهد السبيل في مرمى أيمن مجيد. لاحظوا هنا طريقة إبعاد الخطورة الماضية. المتابعة الجماهيرية تزداد مع مرور الوقت. محاولة لخلق الضغط، كرة براسية، محاولة ممتازة، فرصة، الهجمة رقم 45 منذ انطلاقة المباراة اليوم، كادت أن تكون بهدف موفق. حمزة النوري يعني بكرة قريبة من المرمى. لاحظوا حمزة النوري، يعني يحيى جبران بدأ يندفع الآن على مستوى الخط الأمامي اتجاه يحيى عطية الله، ولكن تمريرة داخل منطقة الجزاء ومباشرة صوب الحارس. لاحظوا هنا
عناصر فريق الوداد الرياضي. العاملود بالاستلام يرفع كره راسيه محاوله ولكن في غياب متمم من العمليه اخرى من جهه فريق الوداد. حمد الهوني تصويبه ممتازه ولكن هنالك الحارس في المكان المناسب. اخرى يعني يواصل عملية الهجومية وبحثه من أجل إيجاد السبيل للوصول كبير في الوقت اللي يحيى عطية الله كترفع الكرة داخل منطقة الجزاء محاولة الشرقي البحري ولكن بعيدة الكرة المطلوبة. الشيء اللي خلى أن الكرة تمشي كتغادر بتلك الكيفية. لاحظوا معوبة الآن من حمد اللوني. لاحظوا الطريقة ديال بناء العملية الهجومية من جهة فريق الوداد. تمريرة ممتازة فرصة ولكن ما كناش العمل. الطريقة ديال الارتقاء ديالو أيضا الأسلوب ديالو اللي قام به على مستوى الخطأ الأمامي فكان بالإمكان أنه يوصل للكرة الماضية. لاحظوا هنا تمريرة كانت جيدة. فريق الوداد حمد اللوني اللاعب الليبي رجع الكرة مرة أخرى. تمريرة داخل منطقة الجزاء لفرصة راسية. هدف لصالح فريق الوداد من توقيع اللاعب أيوب العملود يدلل الفريق. تمريرة عرضية راسية بديعة يضع العملود في المرمى وبالتالي العودة في تفاصيل هذا اللقاء. لاحظوا الطريقة اللي جات من خلالها تمريرة عرضية جانبية وأول أهداف فريق الوداد الرياضي هذا الموسم. اسمة اللاعب